بما ان بقى ان الفيديو اللي فات كان بعنوان الانشغال لا يعني الانتاجية، وبالمناسبة لو لسه ما شفتهوش ياريت تشوفوه لان هو مهم جدا وكمان هيفهمكم حاجات مهمة جدا عن وقتكم. فبالنسبة بقى ان احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا ان مش معنى ان انت مشغول يبقى انت منتج بشكل فعال ودائم، فاحنا هنتعلم النهاردة ازاي توفر من حياتك. صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. النهاردة هنكمل مع بعض قراءة كتاب نظرية الفستق الجزء الثاني، ودي الحلقة رقم 12. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان: كيف توفر حياتك. نعرف ان الحياة قصيرة وان اعمارنا تحسب بالثواني، ومع هذا ننشغل ونتشاغل في امور لا تستحق الوقت الذي يصرف عليها. جميعنا يرغب من حيث الكم بتجاوز سن 100، ولكن قليل منا يعيش من حيث النوع حياة تستحق التذكر. الطب لم يكتشف سر الخلود، ولكن اكسير الشباب، ولا جراحة لزرع الأجساد، وبالتالي لا يبقى أمامنا خيار غير توفير العمر الذي منح لنا واستغلاله بأفضل طريقة ممكنة. العظماء والعباقرة يملكون مثلنا متوسط عمر عادي، ولكنهم ينهون حياتهم بمتوسط إنجازات غير عادي. لست مطالبا بمجاراتهم، ولكنك على الأقل مطالب بملاحظة أين تتسرب ساعات يومك وتضيع سنوات عمرك. صحيح إنك قد تنشغل في احتياجات لا يمكن تلافيها، وصحيح إن هناك ساعات تضيع من حياتنا بحكم تركيبتنا الجسدية، كأن نقضي تلت أعمارنا نياما مثلا، ولكن هناك أيضا ساعات تضيع دون حاجة أو ضرورة أو حتى متعة حقيقية. لا أطالبك بعدم الاستمتاع بوقتك، ولكنني أحاول لفت انتباهك إلى مبدأ العيش بفاعلية وإمكانية توفير حياتك من خلال اختصار الممارسات غير الضرورية فيها. أعرف أن الأعمار بيد الله، ولكن هناك استراتيجيتين يمكن هما تعويض قصر أعمارنا وجهلنا بمقدار الحياة التي كتبت لنا. الاستراتيجية الأولى: العيش لأطول فترة ممكنة. كانت مهمتي في كتاب لماذا لا تذهب الخراف إلى الطبيب. معلومة كده قبل ما نكمل المقال، يوجد في ذلك الكتاب اللي هو لماذا لا تذهب الخراف إلى الطبيب فصل كامل بعنوان حياة وعمر طويل، يتضمن مواضيع مثل إلى متى ستعيش، والوقت المرجح لوفاتك، وكيف لا تموت، وكيف تضيف لعمرك 14 عاما. ونرجع تاني للمقال بتاعنا. أما الاستراتيجية التانية: توفير حياتنا وتلافي الأوقات المهدرة في حياتنا، فهي ما يهمنا في هذا الكتاب. فرغم أننا لا نملك خيارا في أعمارنا، يمكننا توفيرها وتفعيلها والعمل فيها وكأننا سنعيش إلى الأبد. قبل كتابتي لهذا الموضوع استعنت بالآلة الحاسبة وبرنامج إكسل للفهم أين تضيع أعمارنا. اكتشفت مثلا أن 10 دقائق نقضيها يوميا في فعل أي شيء تساوي 2.5 اليوم في العام، وإن 2 ساعات نقضيها أمام التلفاز تعني ضياع شهر في السنة، و4 ساعات نقضيها في الثرثرة وتتبع أخبار الناس تعني 2 شهر من الغيبة والنميمة. واليوم دخلت علينا الأجهزة الذكية ووسائل التواصل، الأمر الذي يستقطع شهرا إضافيا في السنة إن تبعناها ل2 ساعات إضافيتين فقط. وبعد كتابتي لهذا الموضوع صادفت دراسة كندية تقول إن الوقت الذي نقضيه فوق السرير مستيقظين وليس نائمين يسرق من أعمارنا 7 سنوات كاملة. ومعلومة كهذه تفيدنا في استغلال الأوقات المهدرة فوق السرير، كأن تقرأ كتابا قبل النوم، أو تصبح أكثر حزما في النهوض من السرير صباحا. أما إن كنت مصابا بأرق مزمن مثلي، فضع لنفسك هامشا محددا للنوم أو النهوض لعمل شيء مفيد فعلا. أما
الأسوأ من البقاء فوق السرير، فهو دراسة ألمانية تشير إلى أن 11 عاما من أعمارنا تضيع أمام التلفزيون، وأتوقع ارتفاعها إلى أضعاف ذلك في حال اكتسبنا النظر للإنترنت وشاشات الجوال. وحقيقة كهذه تجعلنا أكثر وعيا بقدر الشاشات المضيئة على سرقة أعمارنا، وبالتالي محاولة استبدالها بقضاء المزيد من الوقت مع عائلتنا ووالدينا قبل فوات الأوان. قد لا تشعر بوجود مشكلة في سن الشباب لأن تطلعاتك تستعجل عمرك، ولكن كلما تقدمت في السن فقدت سنوات ثمينة في إنجاز أشياء بلا قيمة، حتى نومك ل8 ساعات في اليوم. يعني إنك قضيت حين تصل إلى سن 80 27 سنة من عمرك غائبا عن الوعي، وهذا يعني إنك ستوفر 365 ساعة في السنة إن اكتفيت بالنوم ل7 ساعات فقط في اليوم، وهو توفير يعادل 40 شهر خلال حياتك كلها. حين تفكر بحياتك بهذه الطريقة الحسابية سيزداد اهتمامك بأساليب توفيرها وكيفية صرفها بطريقة نوعية. إخبارك بكل هذه الأرقام كي تتنبه لكيفية تسرب عمرك بطريقة لم تفكر بها من قبل، كي تختصر الأوقات المهدرة في يومك وتعيش عمرا نوعيا أطول من غيرك، كي تتذكر دائما بأن العمر هبة مؤقتة يحصل عليها الجميع ولكن يفشل في الاستفادة منها الجميع. النظرية باختصار شديد جدا: لا يمكنك التحكم بكمية الحياة المقدرة لك، ولكن يمكنك التحكم بنوعية الحياة التي تريدها لنفسك. حياتنا تسير في اتجاه واحد، والدقائق التي تفتقدها اليوم تتحول غدا إلى عمر يصعب تعويضه. الطب لم يكتشف سر الخلود ولا إكسير الشباب ولا طريقة لاستبدال الأجساد، ولكننا ما نزال نملك خيار توفير العمر الذي منح لنا واستغلاله بأفضل طريقة ممكنة. وبس كده، ده كان عنوان النهاردة وحلقة النهاردة. لو عجبكم حلقة النهاردة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، علشان عايزين نوصل في أقرب وقت ممكن ل 500 سبسكرايبر. وشاركوني في قسم التعليقات استفدتوا من حلقة النهاردة اكتر ولا بتاعت امبارح. وبالمناسبة لو لسه ما شفتوش حلقة امبارح يبقى انتوا فايتكم كتير فعلا ولازم تشوفوها علشان مهمة جدا، ومشكلتها شائعة جدا بين الناس وخصوصا الصغيرين يعني او الشباب والناس اللي بتكون من سن 30 لتحت اكتر في السن، علشان مشكلة رهيبة بنقابلها بسبب السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. فأتمنى ان انتوا تشوفوا الحلقة لو ما شفتوهاش. بالمناسبة هي حلقة رقم 11. وكمان لو استفدتوا من الفيديو ولو بحاجة بسيطة ياريت تشيروه حالة واتس او فيس. ازاي نشيره؟ في سهم جنب الديسلايك، تمام، بتدوسوا عليه وبتدوسوا نسخ للرابط وبتحطوه حالة واتس او فيس علشان الكل يستفيد والاستفادة تعم على الكل. وده كمان هيساعدنا ان احنا ننتشر وان احنا كمان نكمل في الفيديوهات. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.